تعادل المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو بهدف لكل فريق، كان لحظة مثيرة في ساحة كرة القدم. جمعت هذه المباراة بين قوتين إفريقيتين على أرض الملعب، حيث كان الجو الإفريقي يعكس جمال القارة بحرارتها الشديدة في هذا الوقت من السنة. في أطوار المباراة شهدنا تبادلا مثيرا للكرة بين الفريقين، حيث سعى كل منتخب إلى تحقيق التفوق. كانت الأجواء الحماسية تتسارع مع كل هجوم، وكان الجمهور يعطي طابعا خاصا للملعب بتشجيعهم المتواصل. رغم أن الحرارة كانت شديدة، إلا أن لاعبي الفريقين أظهروا إصرارا وقوة بدنية مذهلة. استمرت المباراة بوتيرة مثيرة حتى نهايتها، حيث سجل كل فريق هدفا لينتهي اللقاء بالتعادل. كانت هذه المواجهة فرصة للاحتراف والتنافس في ظروف صعبة، وأبرزت تميز اللاعبين في تحملهم للظروف البيئية والجسدية الصعبة. بهذا التعادل تظهر قوة المنافسة في كرة القدم الإفريقية. يبقى هذا اللقاء ذكرى لا تنسى تبرز جمال وتحدي الرياضة في القارة الإفريقية، كما أنه يعكس تنافس الفرق الإفريقية وقوتها الرياضية على الساحة العالمية. في ظل الأجواء الحارة والصعوبات التي تفرضها الظروف البيئية، أظهر لاعبو المنتخبين إصرارا على تقديم أفضل مستوى رياضي في وقت كانت فيه الشمس تشرق بكل قوة. تكشف هذه المباراة أيضا عن تأثير الجماهير الإفريقية التي تشجع بشكل عفوي ومليء بالحماس، مما يجعل كل لحظة في الملعب تحمل طابعا خاصا. تعكس هذه الجوانب الثقافية والرياضية الفريدة للقارة الإفريقية. رغم أن النتيجة كانت تعادلا، إلا أن هذا اللقاء يشكل فرصة للفرق لتحليل أدائها والعمل على تطوير نقاط القوة وتجاوز الضعف. تظهر المباريات مثل هذه التحديات الرياضية الفريدة أهمية تعزيز مهارات الفرق وتقديم أداء أفضل في المستقبل. بهذا السياق، يظل التعادل في مثل هذه الظروف الصعبة فرصة لتعزيز الوحدة الإفريقية والتقارب الثقافي في سبيل تطوير كرة القدم على هذا الصعيدين الإقليمي والقاري.